الصحابي حرقوس رضوان الله تعالى عليه. حرقوس بن زهير السعدي صحابي، هذه أولا مسألة ينبغي أن تعرف. حرقوس بن زهير ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة، فقال حرقوس بن زهير السعدي ذكره الطبري فقال إن الهرمزان الفارسي صاحب خوزستان كفر ومنع ما قبله واستعان بالأكراد فكثف جمعه، فكتب سلمى ومن معه بذلك إلى عتبة بن غزوان، فكتب عتبة إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر يأمره بقصده، وأمد المسلمين بحرقوس بن زهير السعدي، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه، فاقتتل المسلمون والهرمزان فانهزم الهرمزان، وفتح حرقوس سوق الأهواز ونزل بها، وله أثر كبير في قتال الهرمزان. وبقي حرقوس إلى أيام علي وشهد معه صفين، ثم صار من الخوارج ومن أشدهم على علي بن أبي طالب، وكان مع الخوارج لما قاتلهم علي، فقتل يومئذ سنة 7